أهلا بكم بالمقطع الثالث والأخير من الكسلة السبوتية حلقة 14. كنا نحكي أنه الأرضية مهيئة، الأرضية صلبة صليدة لهذا الفكر الخطاب المعادي للشيعة، وإجا الزرقاوي ربط هاي بهاي بهاي وشاف الأرضية مهيئة، فهو هنا يصير الفكر الاستراتيجي. هذا بالنسبة إلى وقود سريع الاشتعال حتى يبني كيانه، حتى يوظف هذا الموضوع كي يجلب المتطوعين إلى جانبه، المنضمين إلى، يعني ليش إذا هو الموضوع موجود ليش ما يستعمله؟ بس اكو فرق وهناك يجي موضوع الاجتهاد. يجي موضوع الاجتهاد اللي هو كان يسميه الاجتهاد الميداني، اللي الاجتهاد الميداني بالنسبة إلى أهم أو يتفوق على الأعلمية الفقهية. بالحلقة السابقة كنا نحكي عن هاي علاقة التلميذ بالأستاذ. التلميذ مثلا أبو مصعب الزرقاوي وأستاذ أبو محمد المقدسي، وفي مرحلة من المراحل التلميذ شو يقول للأستاذ؟ يعني بعد اسكت، زين انت قاعد وقاعد عن الجهاد، زين انا موجود في الميدان، وفي الميدان اكو واقع يظهر لي، واني مضطر انه اتجاوب ويا هذا الواقع واجتهد واستنبط واقيس بطريقه مختلفه على هذا الواقع كي يعني نخلي الدين اداه طيعه لمواكبه هذا الواقع. فواحدة من الشغلات مثلا إذا نرجع على ابن تيمية دي يأشر على الشيعة روافض، ويقول هذول هم والدروز والنصيرية يمكنون الصليبيين، يمكنون الترك، يعني قصد المغول، يمكنون منو كان بعد يضوج منهم اليهود في تقويض الدين الإسلامي. عنده حكاية مثلا ابن تيمية يقول إذا اليهود يأسسون دولة في العراق أو في مكان آخر أكيد الروافض سيكونون أكبر المناصرين لهم. بشوفوا هاي فد قصة، يعني إذا نرجع 800 سنة شخص مثل ابن تيمية ابن زمانه كان يعتقد إذا اليهود راح ينجحون فد يوم في تأسيس دولة لهم في المكان الطبيعي لهم كان العراق، من وجهة نظره. حطوها على صفحة. نرجع هسه ابن تيمية ايضا كان دي يجتهد ويتجاوب ويا واقع هو دي يشوفه، دي يسوي تحليل سياسي وتحليل جيو استراتيجي، ودي يجي ياخذ الدين ودي يحاول يتجاوب مع الواقع من خلال ادوات الدين. فهو وين وصل قال ايه الدروز والنصيرية هذول يعني كفر واضح، وعوامهم وخواصهم. هسه شنو معنى العوام والخواص؟ العوام هو الناس الطبيعيين الكسبة اللي ينولد على هاي العقيدة، هو ما يدري وين الله حاطه. الخواص هي النخبة، يعني القادة المال، قادة الفكر، قادة الإمارة، السلطة، يعني هذول الخواص النخبة، وفرق هم فرق عن العوام. الخواص يقودون العوام. فهنا ميز ابن تيمية قال الشيعة، يعني اللي يقصد بهم الاثنا عشرية، بس لازم نتذكر بذاك الوقت بعد هاي المصطلحات ما ماخذة قالبها، حتى عند الشيعة ما ماخذة قالبها اثنا عشرية وكذا وكذا. هذا بحث آخر نرجع له. بس بالنسبة له كان يفرق بين هذول الشيعة ومثلا بين النصيرية اللي هم العلويين اليوم في سوريا، أو الدروز اليوم موجودين في سوريا وموجودين في لبنان وموجودين في الأردن. بالنسبة له إلى هذول لازم يبادون. ولكن الشيعة يفرق بين العوام والخواص، ويقول انه العوام عوفوهم على صفحة، هذا ما يدري وين الله حاطه، بس استهدفوا الخواص وإبادة. أبو مصعب الزرقاوي لما واجهوه بقية السلفيين بتراث ابن تيمية والتراث الغير أو غيره، وقالوا أنت ليش تستهدف عوام الشيعة؟ شوف شلون قلبها. قال إيه هسه في خضم، هذا الزرقاوي دي يحكي، في النظام الديمقراطي العوام ينتخبون عن سابق إصرار، زين ينتخبون الخواص. فإذا العوام مشتركين بالجريمة، بجريمة القرارات اللي يتخذوها الخواص،
الطرفين لازم نستهدفهم ونسوي إبادة تامة. وتصور هو استعمل مصطلح الإبادة التامة. نتقدم شوي إلى الأمام. الزرقاوي حوالي أيام قبل ما يقتل في حزيران 2006 طلع خطاب اسمه هل أتاك حديث رافضة. خطاب مسجل من 4 ساعات يقعد يحكي بها الزرقاوي، يقعد يحكي يسولف. اكو اشاره مع الخطاب انه تم تسجيل هذا الخطاب قبل شهرين من نشره، مثل ما ذكرنا النشر ايام معدوده ما قبل مقتل الزرقاوي. طبعا هنا اكو مهمه، اذا قبل شهرين يعني هو مسجلها في نيسان 2006، وصار قبل نيسان صارت في شباط 2006 صار موضوع التفجير مال سامرة اللي يعني رفع القبض عن هواية امور. لما صار تفجير سامرة ال يعني مسك النفس او النوع من ترويض رغبة الانتقام أو رغبة الهجوم على السنة من الجانب الشيعي اللي كان ماسكها السيستاني، هاي بدأت تنهار. وبدأت تنهار خصوصا من طرف التيار الصدري وجيش المهدي، وبدأوا انطلقت هاي الحركة مال انه يلزمون السني ويذبحوا. صارت هاي القصة. فالزرقاوي في خطابه هذا كان دي يبرر ليش جماعته، ولا هم اللي اتصور لهسه ما صراحة ما متأكد، بس وقتها كان الموضوع بعده مبهم. انه انا متأكد هم سووا مع سامرة، بس من ناحية الاعلان عنه ما كانت واضحة بذاك الوقت. ولكن خطابه اجى كتوضيح انه هم اضطروا، يعني اقرار ضمني انه اضطروا يذهبون الى هذا البعد واشعال هذه النار لهذه الاسباب. الزرقاوي راد يوضح يعني انه لما الشيعة يطلقون العنان للرغبة الانتقامية، لرغبة قتل وتذبيح السنة، دي برهن دي يقول شوف انا قلت لكم التشيع هو كله عبارة عن مشروع لتقويض التسنن. واحنا لما سوينا هاي القصة مع سامرة وخلينا الشيعة يكشفون عن وجههم الحقيقي، هذا كلامه زين، ويكشرون عن انيابهم، هذا اثبات لكم انه احنا كلامنا كان صحيح، وانه لا مجال للتعايش مع هذول. ومو موضوع فقط تعايش، هو الموضوع وجودي، اما نكون نحن او هم يكونون، يعني اما نكون او لا نكون فيما يخص موضوع الشيعة. هسه لازم 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 يعني، لانه هذا جرح عميق صار عندنا احنا العراقيين، وطبعا امتد الى سوريا وامتد شوي شوي لمناطق اخرى. هذا هم انقطع. يبدو اني اليوم كنت جدا متفائل، اني عبالي اليوم راح نفسخ هذا الموضوع وحتى نتابع الى موضوع الخلافة، ورا موضوع الخلافة اكو الموضوع المهدوي زين. بس يبدو انه لازم شوية نقضي وقت ويا هذا الملف، ملف معاداة التشيع لدى الزرقاوي. فإن شاء الله بالحلقة القادمة راح نراجع خطابه وثم جاء لا شان راح نراجع خطابه هل أتاك حديث رافضة اللي طلع ب 2006، وراح نرجع بشكل شبه مفصل انه هو على يا اسس ويا خطابات ويا افكار ارتكز لما كان يقدم التبرير مالته ليش سوى سامرة وليش مسوي هاي الحملة الكبيرة ضد الشيعة. واتصور يعني الهدف من هاي المراجعة انه الامور اللي نركز عليها نفسخها ونحاول نفهم جذورها وشون جاية وشون تولدت وشون استمرت. هاي
يجوز تساعدنا انه نعرف الصار، وايضا نعرف ايش راح يصير، ومن خلال هاي المعرفة نحاول نشوف احنا شنو المفروض انه نسوي. اي، فخلينا نختم هاي الحلقة ونقول الى حلقة قادمة. شكرا ايضا مرة اخرى، يعني ممنون لكم انه تتابعون وتشاهدون هاي القصص. احنا كنا بهاي بهاي الرحلة الفكرية سوية، هاي الكسلة يعني النزهة السبوتية يوم السبت. بعض الناس بعدهم يسألون شنو القصة، ليش اسمها الكسلة السبوتية. واحنا سوية فلازم نتعاون، واذا تنتبهون انه اكو فد شيء يراد له بعد توضيح او فد شيء يحتاج له تقويم، فايضا ارجو انه تتفاعلون اكثر واكثر، وانه تبحثون تدورون، ويجوز يعني تسبقوني قبل الحلقة القادمة انه تشاهدون او تستمعون الى خطاب الزرقاوي، وتستنتجون بعض الامور الخاصة بكم وتقدموها امام الي وزملائكم وزميلاتكم من المتابعين لهذا البرنامج. شكرا مرة اخرى. الاغنية هذا الاسبوع ليالي الانس في فيينا. ليش اخترتها؟ لانه الجهاديين ايضا يتخيلون راح تصير عندهم ليالي انس في فيينا، وانه الدولة الاسلامية توقفت عند حدود فيينا في سنة، هم مرتين راحوا لها، المهم واحدة قبل 300 سنة وواحدة قبل 400 سنة. فاحنا عندنا رؤية اخرى لليالي الانس في فيينا، وراح نظل على هذا الموضوع، موضوع الجهاديين، ونحاول شوية شوية نفككه. اوكي، مع السلامة، باي.